السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبأحسن حال. النهاردة كده هنعمل مع بعض وصفة حلوة. هنعمل كده وصفة بالبسكوت النشادر بطريقة حلوة وجميلة من غير زبدة ولا زيت ولا بيض. هنعمله بطريقة حلوة وجميلة جدا جدا، إنما هيطلع كده ممتاز معاكي بمقادير بسيطة جدا من غير كده تكاليف كتير. هنعمل كده مقدار 2 كيلو. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم على بركة الله. معانا 3 كوبايات سكر، ممكن تخليهم 3.5 لو حباه حلو شوية. معانا 1.5 كوباية لبن. معانا كده فانتا هناخد منها مقدار 1.5 كوباية. معانا بيكنج باودر ونشادر، ومعانا كده ازازتين ريحة، واحدة جوز الهند وواحدة كده برتقال. طبعا كده معانا 3 كوبايات سمنة، ومعانا كده 2 كيلو دقيق. بس زي ما قلنا من غير بيض ولا زيت ولا زبدة. هنعمل بسكوت النشادر الاقتصادي الجميل اللي ينفع كده للفطار، في المدارس، في الأعياد، في الأفراح، في كل المناسبات يمشي. طبعا كده بمقادير بسيطة زي ما قلنا. 3 كوبايات سكر، ممكن تخليهم 3.5 كوباية ونص لبن. معانا فانتا هناخد منها 1.5 كوباية. معانا بيكنج باودر ونشادر وازازتين ريحة. معانا 3 كوبايات سمنة، ومعانا 2 كيلو دقيق. طبعا كده نبدأ نركب العجان بتاعنا وننزل كده بالسكر. طبعا وفيه فانيليا، طبعا معانا 4 أكياس فانيليا. طبعا كده هننزل بالعجان بتاعنا، وطبعا كده هنسيب السمنة والسكر تتضرب مع بعضها كويس جدا لغاية كده لما تبقى كريمي والسكر بتاعنا يدوب. طبعا كده شايفين السكر كده والسمنة بتاعنا اتضرب كده لغاية لما بقى كريمي. ننزل كده ب4 أكياس فانيليا. ننزل كده بإزازتين الريحة زي ما قلنا، واحدة جوز الهند واحدة برتقان. لو عايزة تخلي الاتنين جوز الهند ماشي، برتقان ماشي، اللي يريحك. طبعا كده ممكن تخليها عصير برتقان بدل الفانتا يمشي. ننزل كده بحوالي كده 1 كوباية لبن، من 1.5 كوباية لبن. ممكن برضو تمشي الوصفة لبن كلها كده من غير اضافات تانية، ونخليهم كده يضربوا ضربة تانية. طبعا كده زي ما شفنا السمنة والسكر والفانيليا والريحة ضربوا كده مع بعض كويس جدا. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل كده ب1.5 كوباية فانتا، ممكن كده يبقى عصير برتقال، وممكن الوصفة كده كلها برضو تبقى لبن براحتك اللي يريحك. وننزل كده المضرب تاني ونخليهم كده يختلطوا مع بعض. طبعا زي ما قلت تمشي برتقال، تمشي لبن براحتك اللي يريحك، بس انا كده عامله ميكس بالاتنين. طبعا كده هم خلاص اتضربوا كده معانا كويس. شايفين بسم الله ما شاء الله السمنه والسكر بقت كده كانها كريمه. طبعا كده هنشيل العجان. طبعا كده هننقل كده الخليط بتاعنا من العجان في طشت كده عشان نبدأ نعجن. بس كده ننظف العجان بتاعنا كويس. شايفين كده السمنة بتاعتنا يا جماعة والسكر كريمة كده. طبعا كده شايفين عشان السمنة كده والسكر بتاعنا اتضربوا كويس جدا كده خفاف. شايفين كده كريمة يعني. بس ننظف كده المعلقة بتاعتنا كده كويس. نبدأ كده بايدينا بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كده يا جماعة حاجة ناعمة وجميلة جدا. اللي هيعمل البسكوت ده مرة مش هيغير الطريقة، حاجة كده مفتخرة. طبعا كده نبدأ ننزل بال2 كيلو دقيق. نعمل كده حفرة. ننزل كده في الحفرة بمعلقة بيكنج باودر صغيرة، ومعلقة تاني، ومعلقة كده تالتة، يبقى 3 معالق كده بيكنج باودر. ممكن كده نضيف نص معلقة تاني. كده ضفنا نص معلقة تاني، ونغطي كده ونقلب. نعمل كده حفرة تاني. نبدأ كده معلقتين نشادر صغيرين. طبعا كده ومعانا نص كوباية اللبن اذا احتاجناها او محتاجناهوش. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم نقلب كده بايدينا النشادر والبيكنج باودر. يبقى كده معلقتين مليانين صغيرين نشادر، 3 كده معالق بيكنج باودر. طبعا كده هنبدأ نلم بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا كده كلنا عارفين بسكوت النشادر ما بيحبش كده العجن الكتير، يا دوبك كده نلم بايدينا. طبعا كده وعلى حسب الدقيق بتاعك، لو لقيتي كده العجينه ماسكه شويه ممكن كده تزودي كوبايه لبن، كوبايه ميه، كوبايه كده فانتا، عصير برتقال المتوفر عندك، ونلم كده بايدينا. طبعا هو كده ميزة الفانتا او البرتقال بتخلي كده لونه جميل. طبعا كده عشان كده احنا مكترين زي ريحه، الريحه طالعه كده جميله جدا وممتازه. طبعا كده نلم كل الدقيق كده وننزل كده من على الجوانب، طريقه كده حلوه وممتازه. طبعا كده انا بقول ليه كده ممكن تحتاج منك تاني، ممكن تحتاج اقل، عشان كل نوع دقيق على حسب ما بيشرب السوائل. طبعا كده احنا من الواضح ان احنا هنحتاج نص كوبايه اللبن. نعجن كده نلم، ما نسيبش اي دقيق ولا اي حاجه. بسكوت كده اقتصادي بيطلع ناعم جدا. طبعا كده ممكن نزود نص كوبايه فانتا كده تاني، ننزل كده بنص كوبايه الفانتا. طبعا يبقى كده احنا عجلنا بكوبايه ونص لبن وكوبايتين فانتا. طبعا كده خلاص العجينه كده ظبطت معانا، بس نلم كده كويس. خلاص كده ممتازه. وهنقولك ازاي تعرفي ان العجينه ظبطت معاكي. طبعا هي كده لازم يبقى فيها كده نسبه تلزيقه شويه. باي نوع سمنه تعملي الوصفه دي، ممكن برضو جدا نفس الطريقه بس بدل السمنه زيت، هتبقى جميله جدا. وان شاء الله هنعملها برضو مع بعض بالزيت. كده خلاص العجينه ظبطت معانا زي ما انتوا كده شايفين. نفضل ننضف كده ايدينا ونجيب المكنه والصاجات نيجي نشكل. طبعا كده جبنا المكنه وركبنا كده الشكل بتاعنا. طبعا كده معانا الصاجات مدهونه كده سمنه دهنه حلوه. طبعا كده تبقى ايدينا مدهونه سمنه. طبعا كده بتاخدي كده الصباع على قد الحجم اللي انت عايزاه وترصيه كده، يبقى فيه كده مسافه بين بعضه، عشان كده اذا نفخ معاكي شويه ما يلزقش في بعضه. طبعا كده العجينه بتاعتنا كده مظبوطه زي ما قلت. لو الدقيق بتاعك بيشرب سوائل ممكن كده تزودي نص كوبايه لبن او نص كوبايه فانتا، على كده ما العجينه تظبط معاكي. طبعا كده بسكوت اقتصادي وجميل ونتيجته جميله جدا. طبعا كده ولازم صوابعنا كده تبقى مدهونه سمنه عشان تلزقش العجينه في ايدينا. طبعا كده ونقطع كل الكميه بنفس الطريقه لغايه كده لما نخلصها كلها ونسويها. طبعا كده ان شاء الله نشوفها كده بعد ما تستوي. طبعا وهقول لكم على تعليمات التسويه بتبقى ازاي. طبعا كده شايفين بسكوت النشادر اللي احنا عملناه مع بعض بطريقه كده اقتصاديه وجميله بدون زبده او زيت ولا بيض. مكونات كده جميله وبسيطه، انما النتيجه كده جميله جدا زي ما انتم كده شايفين قدامكم. شايفين كده اللون من تحت ومن فوق حاجه كده بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وفيها كده سنه كده قرمشه زي ما انتم شايفين، وسنه كده ذوبان برضو زي ما انتم كده شايفين. شايفين كده البسكوت بتاعنا حاجه كده جميله جدا. جربوها بالطريقه دي، اللي هيجرب الطريقه دي هيدمن عليها يا جماعه. حاجه كده ممتازه من الاخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.